السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض، هنعمل الهوت دوج في البيت او السوسيس، وكمان هنعمل بيها المبكبكه. سهله وبسيطه وكمان معموله في البيت، حاجه نظيفه جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا 2 قطع من صدور الفراخ، هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بجد حاجه نظيفه جدا، حاجه جميله جدا، سهله وبسيطه، بتتعمل في البيت احسن من اللي احنا بنجيبها من بره. احنا مش ضامنين اللي بره ده بيبقى معمول من ايه، فده حاجه نظيفه ومضمونه في البيت. كده خلاص قطعنا صدور الفراخ بالشكل ده. ننزل عليها بنص كوبايه نشا، ننزل عليها بمعلقه توم مفروم ناعم، نضيف ليها التوابل. معايا معلقه كبيره فلفل اسمر، معايا معلقه كبيره بابريكا، معايا معلقه كبيره بصل بودر، معلقه كبيره توم بودر، معايا مكعب مرق دجاج. ممكن نستبدل مكعب من مرق الدجاج نستبدله بمرقه فوريه، بس هو ما كانش متوفر فانا حبيت احط قطعه مرق دجاج. ابتدي ان انا افركه بالشكل ده. على الكميه صدور الفراخ دي بنكسر عليها بيضه، ونضيف عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونضربهم كويس في الخلاط بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نضيف ليها لون طعام صحي اللي هو اللون الاحمر جل، زي عشان يبقى زيه زي اللحمه. بعد السوا بيكون ما فيش اختلاف خالص ما بين المعمول باللحمه او معمول بالفراخ. حاجه نظيفه جدا. بس كده ده يكون شكلها بعد ما احنا فرمناها كويس في الخلاط او في الكبه عندك. هبتدي ان انا انزل بمعلقتين كبار من الزيت في الطبق عندي، وبعد كده ابتدي انزل عليهم بالخليط بتاعنا بالشكل ده، واغطيه بكيس تلاجة. شايفين ما شاء الله ناعم ازاي؟ هبتدي ان انا اغطيه بكيس تلاجة، وبعد كده ادخله التلاجة لمدة ساعة ان هو يرتاح شوية، وبعد كده نبتدي ان احنا نشكله. بعد ما قعد ساعة في التلاجة نبتدي ان احنا نشكله بالشكل ده، هيبقى سهل معانا في التشكيل. هبتدي اجيب كيس تلاجة بالشكل ده، واخد قطعة من الهوت دوج، وابتدي ان انا افرده كويس بالشكل ده في الكيس، وابتدي اضغط بالسكينة بالشكل ده لغاية ما يطلع معانا بالشكل ده. حابين تصغروا حجم الصباع ماشي، حابين تكبروه تمام، حابين تعملوه نقانق صغيرة زي اللي احنا بنجيبها من بره تمام. التشكيل بيبقى على حسب الرغبة. واخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ على نص كيلو صدور الفراخ بياخد بيضة، نكسر عليها بيضة، لكن لو هنعمل كيلو نكسر عليها بيضتين. هبتدي تكون مجهزة معايا مية مغلية، وانزل على المية المغلية بمعلقتين كبار من الخل عشان خاطر الصينية ما تسودش مننا، الصينية الألمونيا. وابتدي ان انا اجيب الصينية واحطها على المية بالشكل ده، وابتدي ان انا اسوي السوسيس بالشكل دوت على البخار بالشكل ده. اول ما بيبتدي ان هو ياخد لون من تحت ابتدي ان انا اقلبه على الناحيه التانية، واهم حاجه ان احنا نسيب البخار يخرج منه، نحاول نسيب فتحه كده عشان خاطر البخار ما يتكتمش جوه الصينيه. كده خلاص استوى معانا، هو ما بيكملش معانا حوالي 15 دقيقه بيطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله جميل ازاي؟ احسن من اللي احنا بنشتريه من بره، حاجه بجد نظيفه جدا. نبتدي نشكله زي ما احنا عايزين بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميل ازاي؟ واحنا هنا مش بنسويه كامل في البخار، بمجرد بس ان هو خد معايا اللون بتاعه اتغير معايا، ابتدي ان انا اقلبه على الناحيه التانية، وبالشكل ده ياخد لون من الناحيه التانية ابتدي ان انا خلاص كده اقفل عليه، وطلع معانا بالشكل الجميل ده. ابتدي نعمل المبكبكه. اول حاجه اكون مجهزه معايا بصله متوسطه الحجم مقطعها مكعبات صغيره، اكون مجهزه معايا معلقتين كبار زيت، انزل عليهم بالبصله بالشكل ده، وبعد كده انزل عليها بورقتين ورق لوري، وابتدي انزل عليها بسوسيس اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلب بالشكل ده. بعد كده ابتدي ان انا انزل عليهم بالفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره. احنا هنا مش بنصفر البصله قوي، بمجرد البصله بتدبل ننزل عليها بالمكونات ديت. بعد كده ابتدي انزل عليها بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره بالشكل ده. بعد كده ننزل عليها بنص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه. لو متوفر صلصه طماطم بناخد منها معلقه
بالشكل ده. واول ما تتسبك معانا نبتدي ان احنا ننزل عليها بمكعب مرق دجاج بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بكوبايتين كبار ميه بعد ما اتسبكت معانا بالشكل ده، ونسيب الهوت دوج ياخد غلوه على النار. واكون مجهزه معايا المكرونه بالشكل ده. اول ما غليت معانا بالشكل ده نبتدي ان احنا ننزل عليها برشه ملح، بعد كده ننزل عليها بالمكرونه. لو لقينا الميه هنا نقصت معانا نبتدي ان احنا نزود عليها كوبايه ميه كمان بالشكل ده، ونسيب المكرونه تستوي مع الهوت دوج بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميله ازاي، حاجه نظيفه، حاجه معموله في البيت، حاجه خاليه من المصنعات اللي احنا بنشتريها من بره، حاجه بجد في منتهى الجمال، سهله وبسيطه بمكونات كلها موجوده في كل بيت، بدل ما نشتريه بالغالي من بره بحاجه احنا مش ضامنينها هي مصدرها ايه. احنا هنعملها هنا في البيت بحاجه نظيفه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.